بعض الناس سيئاتهم كثيرة فيؤمر بهم إلى النار، يساقون إلى النار. من اللي يسوقهم؟ الملائكة. فيأتي النداء من بين يديه ومن خلفه: يا ملائكة الله خذوه إلى النار. فيبقى متحيرا بينهم، لا يستطيع كلاما ولا يرد جوابا، لأن ماكو شيء اللي قابل للنقاش، حتى أعماله حاضرة أمامه مجسمة. بعد ماكو واحد يقدر يفر أو يرشي قاضي أو يزور شهود، ماكو. حتى أعضاء اللي يعصي بها تشهد عليه. فإذا النداء من قبل الله تبارك وتعالى: قفوا يا ملائكتي بهذا العبد فإن له عندي أمانة. انتبهوا إلى هاي الرواية. الله عز وجل رب العزة يقول: هذا المأمور به إلى النار له عندي أمانة. فيأمر الله عز وجل أن أعطوا الأمانة لهذا العبد الحيران المذنب العاصي، فأنا أشتري منه هذه الدرة بأغلى ثمن يطلب أو تقيم. فالدرة يحضرها الملائكة، كانوا قد ادخروها له، جمعوها إليه، ضموها إليه. الله عز وجل يقول: أنا أشتريها من هذا. هذه من جهة هي درة، الله عز وجل لا يريد أن تصل هذه الدرة إلى نار جهنم. ومن جهة أنه وعد الباكين على الحسين بأنه ينجيهم من عذاب جهنم، لابد يخلصه. فيقول الله تعالى للملائكة: اجمعوا كل الأنبياء والأوصياء، أو اجمعوا كل الأنبياء والأوصياء حتى يقوموا هذه الدرة بأحسن قيمة. لا تنسون الرواية الأولى، الملائكة في يوم عاشوراء شي يسوون؟ يطوفون على البيوت يجمعون الدمع في قارورة بيضاء. فيجتمع الملائكة والأنبياء والأوصياء ويأتي النداء: يا ملائكتي أعطوا هذه الدرة لآدم الصفي. يبدأون من أول الحجج، يقومها لعبد المذنب. شوف قيمتها، خليلها قيمة. فيقول آدم: إلهي وسيدي أنت الكريم الغفار ذو الجلال والإكرام، قيمة هذه الدرة. ذول الناس اللي هواية عندهم الدينار والدرهم مهم في حياتهم الدنيا، هناك ما ينفع. هاي الأرصدة المكدسة بالمصارف وبالقاصات والأراضي كل شيء ما ينفع. آدم عليه السلام يقول: قيمة هذه الدرة أن تكفيه وتنجيه من نار جهنم وعرصات الموقف وأهواله. يعني الغاية، أهم شيء هو هذا، تقييم منطقي. فيقول الله جل جلاله: يا آدم قليل قومتها. قيمة أكثر من هذا. يا ملائكتي أعطوها لنوح النبي يقومها. سأقول شنو السر في هذا التسلسل والتفصيل، ليش هالشكل تفصيل صار في القضية. فيقول نوح: إلهي يا كريم يا غفار، قيمتها أن تكفي صاحبها شر الحساب والعقاب وعطش القيامة وتبعاتها، وتنجيه من جميع أهوالها.
هذا هم تقييم ثاني. فيأتيه الجواب من قبل رب العزة: يا نوح قليل ما قومتها به. المشتري، شايفين؟ المشتري هو اللي يعرف قيمة هاي الدرة. هاي أول بيع وشراء في عالم الوجود هالشكل يصير التقييم. الله هو المشتري والأنبياء مقومون، والبايع منه فرد عبد مذنب عاصي من أهل النار. لاحظوا أحوال القضية شنو حتى تعرفون. فيأمر الله تبارك وتعالى بإحضارها عند إبراهيم عليه السلام. يقول إبراهيم: إلهي وسيدي أنت القادر الكريم الرحيم، قيمتها أن تسهل على صاحبها أهوال القيامة وتجعله في ظل عرشك وتسكنه في جناتك وتغطيه من كرمك. هذا هم تقييم ثاني، هذا بعد أعلى انطاها إبراهيم. الرواية تقول: فلم يبق نبي ولا وصي ولا ملك مقرب إلا وقومها، فيقول الله تعالى: قليل ما قومتموها. تعجز الكل عن تقييمها. وينتهي الأمر علما إلى سيد الرسل، إمام المحشر، القاضي في المحشر، رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيأتيه النداء: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت قوم هذه الدرة لهذا العبد العاصي بثمن غال، أغلى ما يكون، فأنا أشتريها. أو هذا من باب تقريب غير المحسوس بالمحسوس. ينطي شك أبيض، اكتب ايش قد ما تريد. أو فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رب، أسألك وأنت العالم بنطقي، هذه الدرة التي أمرتني أن أقومها لهذا العبد العاصي من أين أتته؟ شوف الحكمة النبوية هنا قد عظيمة حتى توصل هاي المعلومة إنه ونعرف من أين أتته هذه الدرة ومن أين حصلت له. فيقول رب العزة: يا حبيبي يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اعرفوا قدركم أيها المؤمنون، واعرفوا قدر مجالس الحسين. هذه تمسكوا بها وعلموا أولادكم عليها. بدون مجالس الحسين الأولاد في خطر عظيم، وأنتم أيضا وكلنا في خطر عظيم. بشفاعة الحسين نحن نرجو العفو عن ذنوبنا وعن أعمالنا. لاحظوا هنا نهم هاي الرواية ماذا تقول. الله عز وجل يخبر النبي صلى الله عليه وآله، يقول: مسأل من أين أتته هذه الدرة؟ قال: اعلم أن هذا العبد العاصي قد مر على جماعة وهم جالسون يذكرون مصاب الحسين عليه السلام ويبكون ويندبون عليه وينوحون على ما أصابه من القتل والضرب والنهب والسلب والأسر وصلب الرؤوس في أسنة الرماح وشهرة نسائه في كل بلدة ومكان.
وأكو بكاء خاص هذا الرجل العاصي بكاه، وبكى على تقييد ولده علي بن الحسين حينما أخذوه أسيرا، فبكى حتى خرج من عينه الدموع هذا الرجل. وأمرت ملائكتي أن ينتقوا دموعه من خديه يأخذوها، كلما جرت قطرة أخذها الملائكة دخروا هذا. فصورتها بقوتي وقدرتي هذه الدرة، هاي الدموع الله عز وجل بقدرته يسويها درة. وأمرت الملائكة أن يحفظوها ويجعلوها ذخرا له وسببا لنجاته في هذا اليوم، فقومها يا حبيبي. الله عز وجل مرة ثانية يأمر النبي أن يقومها، فخر النبي ساجدا وقال: يا رب العالمين ويا مالك يوم الدين ويا غافر المذنبين، أنت أكرم الأكرمين ورحمتك سبقت غضبك على المذنبين. زين، هذا الخضوع ليش؟ حتى يطلب من الله طلب شنو؟ أن تعطى هذه الدرة للحسين حتى يقوموها. أبدا ما خسران اللي يرتبط بالحسين، أبد، فوز دنيا وآخرة. فيقول الحسين عليه السلام: يا رب، قيمة هذه الدرة أن تنجي صاحبها من جميع الأهوال والعبور على الصراط، وتدفع عنه كل عذاب وحساب وعطش. بعد وقيمتها أن تسقيه من حوض الكوثر شربة لا ظمأ بعدها، وتدخله الجنة بعد وتجعل قصره مجاورا لقصره. شوفوا هذا اللي كان من أهل النار شلون نجته هذه، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولمن أنفق ماله وأتعب نفسه وزار قبري وأحبني وأقام عزائي وذكري وذكر قتلي ومصيبتي، أيضا هذا الجزاء. فيأتي الجواب من الله عز وجل: يا حسين، إني قبلت ما ذكرت وأعطيتك ما تريد، فافعل ما شئت، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فأنت الشافع وابن الشافع له ولمن تريد، باب مفتوح. الرواية هنا تنتهي، أكو إشارات سريعة أشير إليها وأنهي الكلام. الإشارة الأولى هذا الاستعراض التفصيلي اللي صار. الله عز وجل يأمر أن تكون الدرة بيد آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم سائر الأنبياء. لاحظوا التقويم الأول فردي، كل نبي من الأنبياء عرضت عليه وطاها تقييم. أكو تقييم ثاني جماعي، كل الأنبياء والأوصياء، هم تقييم فردي هم تقييم جماعي، والكل عجز عن تثمينها وتقديرها. الحسين هو اللي عرف قيمتها أكثر، قومها بالأكثر. إذن الإنسان المؤمن لازم يعرف أنه يعمل مع إمام ويبكي على إمام وينصر إمام لا تضيع عنده الودائع. الصغير عنده كبير. هاي الدمعة شنو قيمتها بالحساب المادي؟ ولكن عند الحسين وعند الله إلها قيمة لا تعادل بقيمة أصلا.
أنتم تعملون وتبكون على هكذا إمام، تربون أولادكم على هكذا إمام. بأي قياس ينقاس الحسين بغيره من الرجال؟ هذول قادة العالم شوفوهم، أثرياء العالم شوفوهم، أغنياء العالم، رؤساء العالم شوفوهم. من مثل الحسين يحب أولياءه وينجيهم من أشد الأهوال والمصائب، يخلصهم، تعطيه دمعة يعطيك جنة. شنو هذه من مساومة؟ هذه شنو من بيع وشراء هذا؟ الأمر الآخر يستفاد من بعض الأخبار أن الملائكة يعجزون أيضا عن تقدير هذه الأعمال. الواحد لا يستغرب يقول شلون هذه يعجزون عن تقديرها، لأن عندنا في الشرع بعض الأعمال الله عز وجل ما جعل لها تقديرا خاصا، أوكلها لنفسه، مثل الصوم. الصوم لي في قراءة وأنا أجزي به، يعني حتى الملائكة ما تعرف ثواب الصوم شنو هو. وعلى قراءة وأنا أجزى به، هذه القراءة ثانية. أكو فرق بين المعنيين، الثاني يفيد أهل المعرفة، طلاب المعرفة، الأول يفيد الذين يطلبون الثواب في أعمالهم.